بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا يا رب. طلاب الصف الثاني الإعدادي، الحمد لله شباب، بعد معاناة كبير مع منهجك الكبير جدا الحمد لله ربنا وفقنا وخلصناه يعني باجتهاد. الحمد لله ما سبتكش إلا لو أنت حالل كل مسألة معايا في الحصة. الحمد لله. تعالى يلا ان شاء الله النهارده نحل يلا نماذج المراجعه النهائيه اللي باذن الله هتظبط لك المنهج اكتر واكتر. وطول ما انت بتتعب ربنا هيوفقك، طول ما انت قاعد مرتاح ما بتذاكرش عمرك ما هتلاقي التوفيق ابدا، ولا عمرك هتنجح في حياتك طول ما انت ما بتتعبش. يلا بسم الله. السؤال الاول بيقول لك ما مجموعه حل المتباينه 3x زائد 7 اصغر من او يساوي 10. يلا نكتب المتباينه 3x زائد 7 اصغر من او تساوي كام؟ العشرة. اي يا استاذ متباينه او معادله لازم نودي دي الرقم ده بعكس الاشاره، يبقى موجب 7 تروح بسالب 7، يبقى 3 اكس تنزل واصغر من او يساوي تنزل 10 ناقص 7 دي كده كام؟ 3. واقسم هنا على 3 واقسم هنا على 3، التلاتة تطير مع التلاتة، يبقى الاكس اصغر من او يساوي 3 على 3 فيها كام؟ الواحد. انا ممليك حاجات في الشرح تعال ارجع لك عليها بسرعه. كلمة أكبر معناها إنك رايح لموجب ما لا نهاية، وموجب ما لا نهاية دايما بتتكتب التانية ودايما فترة مفتوحة. طب كلمة أصغر يا أستاذ على حسب العلامة بقى. أصغر يعني رايح لسالب ما لا نهاية، وسالب ما لا نهاية بتتكتب الأولى ودايما بتكون فترة مفتوحة. طب اخر خطوه احنا جبناها اكس اصغر من او يساوي الواحد. ما هو اصغر، بص بقى مجموعه الحل اكتبها ازاي. اصغر طالما لمحت اصغر اكتب سالب ما لا نهايه وفي الاول ودايما فتره مفتوحه. حلو. وهنا فاضل الكام؟ الواحد. لو الواحد عنده يساوي هعمله فتره مغلقه، لو ما عندوش يساوي هعمله فتره مفتوحه. الحمد لله الواحد عنده يساوي، يبقى سالب ما لا نهايه مفتوح وواحد مغلق اللي هو الاختيار ايه؟ ج. في عيال بتتلخبط بين موجب ما لا نهايه وسالب ما لا نهايه، واكتب دي امتى واكتب دي الاولى ولا الثانيه. انا ظبطت لك الدنيا. السؤال اللي بعده رقم 2 بيقول لك إذا كان إكس على الأربعة بتساوي واي على ستة. بيقول لك إكس على الأربعة بتساوي واي على ستة. طب حضرتك عايز إيه؟ أنا عايز إكس على واي. دي مش معناها أرجع وإيدي فاضية، مش دي خالص. دي اسمها مقدم على مقدم بالترتيب بقى، بتساوي تالي على تالي. مقدم على مقدم بيساوي تالي على تالي بالترتيب يا كابتن. يبقى إكس على واي هتساوي أربعة على ستة. طب على الاتنين فيها الاتنين وعلى الاتنين فيها التلاتة، يبقى الإجابة اتنين على تلاتة اللي هو الاختيار ألف. إكس على واي بأربعة على ستة. لو قلت لك واي على إكس تقول لي من تحت يبقى ستة على أربعة على حسب السؤال بقى يا كابتن. السؤال رقم تلاتة سؤال احصى نبهتك عليه. إذا كان احتمال فوز فريق ما في كرة القدم هو 75%، يبقى 75% يا أستاذ ده الاحتمال، ما أنا قرأت أهو احتمال فوز فريق 75%، فكم مباراة متوقع أن يفوز بها من إجمالي 24 مباراة؟ ده العدد الكلي. ما أنا قلت لك لو عايز الاحتمال هقسم، لو عايز كم مباراة كم ناتج او كم مرة او كم اي حاجة بتضرب، يبقى كم مباراة اللي هو عايزها بضرب بقى. اضرب 75% اضرب الاحتمال في العدد الكل اللي هو كم مباراة؟ 24 مباراة. يبقى كم حاجة بضرب، انما احتمال بقسم. طلع آلتك الحاسبة واكتب صفر بعدها علامة 7 5 في 2 4، هتطلع معاك في الآخر ب 18، يبقى 18 مباراة. السؤال اللي بعده رقم 4. أسئلة جميلة اهي وسهلة. كشكولك بس واتعب معانا شوية، عشان مش عشان حتى السنة دي، عشان حتى السنة اللي جاية في الشهادة الإعدادية تكون واد شاطر في الرياضة ومتأسس. يلا. ما ميل المستقيم المر بالنقطتين؟ يلا أول نقطة عندك اللي هي إيه؟ بخمسة وأربعة. أنا بحب أكتبهم تحت بعض عشان يبقوا سهلين. والبي سالب اتنين وسالب تلاتة. طب الميل قانونه إيه يا أستاذ؟ الميل قانونه فرق الواي على فرق الإكس، فرق الواي على فرق الإكس. ابدأ بأي واي تعجبك. دي الواي أهي، دي الواي فوق ودي الواي تحت، بس لازم ابدأ بيها فوق في البسط. فرق الواي يعني اطرح دي ناقص دي. أربعة ناقص بتاعة القانون، وفي ناقص كمان جاية بتاعة التلاتة يا أستاذ. خلاص ما هو سالب في سالب يبقى موجب بقى، صح؟ أنت معلم وفاهم.
فرق الواي على فرق الاكسات الأولى يبقى 5 وناقص دي بتاعة القانون، وفي ناقص جاية كمان بعدها بتاعة الاتنين صح؟ يبقى سالب في سالب بموجب صح؟ أيوه انت كده معلم بقى. فرق الواي على فرق الاكس التاني ناقص التاني على الأول ناقص الأول. يبقى 4 و3 دي كده 7 و5 و2 دي كده 7 و7 على 7 فيها كام؟ فيها الواحد اللي هو الاختيار ايه؟ ج. السؤال اللي بعده رقم 5 بيقول لك إذا كان زوج مرتب، أول زوج مرتب أهو مديهولك اسمه 3 وواي زائد الواحد بيساوي زوج مرتب تاني اسمه كام وكام؟ إكس و5. طيب أنت عايز إيه؟ قيمة إكس في واي، ما أنا لازم أعرف إكس بكام واي بكام. فاكر لما قلت لك لو زوج مرتب بيساوي زوج مرتب يبقى الأول هنا ساويه بالأول هنا، والتاني ده كله ساويه بالتاني ده كله. يبقى تقصد يا أستاذ إن الإكس لازم تساوي 3؟ أيوه. والتاني هنا اسمه واي زائد الواحد هساويه بالتاني هناك اللي بعد الفاصلة اللي هو 5. حل معادلتك وودي دي بعكس الإشارة تبقى سالب واحد. يبقى إذا واي هتساوي 5 ناقص واحد كام؟ 4. جبنا الواي ب4 وجبنا الإكس ب3. طب أنت عايز إيه؟ أنا عايز إكس واي، ما هو هنا في علامة في بس مش مكتوبة، معناها إكس في واي، إكس ب3 والواي ب4، يبقى التلاتة في 4 بكام؟ ب12 اللي هو الاختيار ايه؟ ج. السؤال اللي بعده رقم 6 بيقول لك يبقى إذا كان ال A تعال ما نكتبها، ال A ب2 و5 والبي سالب 4 وسالب 3، فما طول ال AB؟ ما هو طول ال AB يعني معناها بعد برضه، ده كان عندنا درس كامل اسمه أصلا البعد بين نقطتين. طول يعني بعد، طول يعني بعد. يبقى خلاص هكتب AB، وانت فاكر القانون قول قبل ما اقول كده، لو جدع قول، لو ما قلتش يبقى انت ما بتذاكرش قوانين، عمالين بننبهك عليها وانت نايم في العسل. يبقى الجذر التربيعي صح، فرق الاكس تربيع زائد فرق الواي تربيع، فرق الاكس تربيع زائد فرق الواي تربيع. يبقى فرق الاكس، الاكسات هي الاولى اطرح وملين، يبقى تعمل لي قوس اس 2 زائد قوس اس 2. تسمع بعد او تسمع طول تعمل دي على طول فورا، قوس اس 2 زائد قوس اس 2 جذر وقوس اس 2 زائد قوس اس 2، وهطرح الاكسات. فرق الاكس 2 ناقص ناقص يبقى زائد، والله انت ممتاز. يلا 5 وبعدين ناقص ناقص، ما عشان ناقص اللي تحت 3 بقى، يبقى زائد 3 لكل تربيع صح. انا مظبط دنيتي اهو. طب يا استاذ المر انت لسه من شويه مديني القانون اسمه الميل. لا الميل ما كانش فيه جذر، الميل فرق الواي، عشان كده كنت المره اللي فاتت بادئ بالخمسه، انما البعد لا، فرق الاكس تربيع زائد فرق الواي تربيع. ادي 2 و4 6 والستة تربيعة كام؟ 36 و5 و3 8 والتمانية تربيعة كام؟ 64. ادي كده جذر، لازم تجمع الاول. 36 و64 100 وجذر ال100 كام؟ 10 اللي هو الاختيار ايه؟ ج. وخلي بالك وانت بتحسب في الامتحان استخدم الآلة لو الدنيا متلعبكة معاك خالص، انت مسموح لك عادي الآلة. رقم 7 بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ما الثالث المتناسب للعددين، واحد اسمه اكس أس 3 والتاني اسمه 2 اكس أس 2. أنا عايز التالت اسمه إيه؟ ما هو التالت لا أنا ولا أنت نعرفه، هنفرضه أي رمز تاني غير الرمزين دولت، وليكن كي، افرضه A، افرضه B، أي رمز يعجبك، أي رمز، بس أنا هفرضه كي. يبقى المطلوب مننا نجيب الكي. يلا طالما ده تناسب بقى يبقى الأول على التاني بيساوي التاني على التالت، هتكرر بقى، ما هو ده اسمه التناسب في الرياضة. يبقى اكس أس 3 على 2 اكس أس 2 بتساوي، كرر كرر، 2 اكس أس 2 على كي. انت مطلوب منك تجيب ايه؟ كي. طب تعالى كده اما اعلمك طريقة سهلة في المقص. كي بتساوي واعمل شرط الكسر، اللي قصاد الكي حطه في المقام، اللي قصاد الرمز اللي انا عايزه يا استاذ احطه في المقام. طب والاتنين التانيين اضربهم وحطهم في البسط، اضرب بقى انت مش صغير، 2 في 2 ادي كده 4، اكس اس 2 في اكس اس 2 باكس اس 4، في الضرب بنجمع الاسس. طب ما انا هقول لك على حاجه، ما هنا في واحد بتعرف تقسم، يبقى الكي بتساوي 4 على 1 فيها الأربعة،
إكس أس 4 على إكس أس 3. في القسمة بنثبت الرمز ونطرح الأسس، بنطرح الأسس. أهم حاجة أساسات تكون متشابهة. يا أسس ما هي متشابهة، هنا إكس وهنا إكس. فأربعة ناقص 3 دي كده كام؟ واحد. بس الواحد بقى بيتكتبش، يبقى الناتج بيساوي 4 إكس. 4 إكس اللي هو الاختيار إيه؟ باء. السؤال اللي بعده رقم 8. بيقول لك ما مجال العلاقة ار بالزوج المرتب واحد واثنين، واحد وثلاثة، أربعة واثنين، وأربعة وثلاثة. ما أنا تعال ملخص لك حتة مهمة كده. المجال هو المسقط الأول في العلاقة اللي هي ار بقى. طب إيه هي المدى يا أستاذ؟ المدى هو المسقط الثاني في العلاقة اللي هي برضو ار. العلاقة موجودة قدامك، هو المسقط الأول يعني الأول هنا والأول هنا في أي زوج مرتب، والأول هنا والأول هنا. طب المسقط التاني زي الاتنين والتلاتة والاتنين والتلاتة، صح كده؟ طب أنت عايز المجال، هفتح لك قوس مجموعة بس ممنوع تكرر. يلا، أول رقم هنا كام؟ واحد. والرقم هنا واحد كتبته أنت مرة بقى، وهنا كام؟ أربعة أهو. الأربعة كمان ما أنت كتبتها خلاص. المجال كام وكام؟ واحد وأربعة اللي هو الاختيار إيه؟ باء. لو كان عايز المدى قوس مجموعة اتنين وتلاتة بس. السؤال اللي بعده رقم 9. بيقول لك ما محيط الدايرة اللي طول قطرها؟ يا سلام على الخباثة. احنا بنشتغلش على طول القطر يالا يا بت، بنشتغل على نص القطر بس. نص القطر يعني اقسمي لي 12 على الاتنين فيها كام؟ فيها الستة. اوعي تشتغلي على طول القطر ابدا، دايما هاتي نص القطر. حاضر، انت عايز محيط الدايرة. مش هيحل السؤال الا واحد اجتهد معانا وحفظ القوانين، واحنا طلع عينينا في حفظ القوانين. كل حصة نسمع قوانين، كل حصة إلى الآن. محيط الدايرة قانونها 2 باي ار. محيط الدايرة 2 في باي في ار، ادي الاتنين. وسيب لنا الباي يا كابتن زي ما هي لأن الاختيارات فيها باي. والار انت مطلعها بستة. اضرب بس 2 في 6 والناتج اللي يطلع الزق في باي. يبقى الاتنين في 6 ب 12 باي. الباي هو قال لك سيبها زي ما هي. 12 باي بقى يا شباب اللي هو الاختيار ايه؟ اللي هو الاختيار ج. السؤال اللي بعده، بدأنا بقى على المجموعة التانية اللي هي شوية أسئلة مقالي جميلة كده وسهلة. إذا كان إكس وستة واتناشر وواي في تناسب متسلسل، لا ده احنا عارفين بقى. يبقى هنكرر يا أستاذ، مليني بقى كده. يبقى إكس على ستة كرر بتساوي ستة على اتناشر، كرر يا ولا، بتساوي اتناشر على الواي. الفكرة هنا لازم يكون في كسر معلوم. لازم يكون في كسر معلوم اللي هو 6 على كام؟ على ال 12، صح؟ اخده مرة مع الاول واعمل مقص اجيب اكس، اخده مرة مع التاني واعمل مقص اجيب واي. يعني بص انا هعمل ايه؟ اكس على 6 هاخدها مرة مع 6 على ال 12، وايه تاني؟ واكس على 6. لا استنى اسف، همسح دي بقى معلش. هنكتب بقى اللي هي 12 على واي، صح كده جدع. يبقى هكتب 12 على واي مرة برضه هاخدها مع كام؟ مع 6 على 12. طب تعالى نعمل مقصاتنا الجميلة المسألة هتخلص يلا. بس انت خليك واعي شوية في اختصار ل 6 على 12. 6 على 12 دي لو اختصرتها فيها كام؟ فيها النص، صح؟ يبقى اكس على 6 بتساوي نص. ما عرفتش تختصرها اضرب نص عادي. يلا اكس في 2 ب2 اكس، والستة في 1 ب6 على الاتنين وعلى الاتنين عشان اتخلص. ما هو المضروب بيروح مقسوم، الاتنين تطير مع الاتنين. يبقى الاكس بتساوي كام؟ 3. يبقى الاكس ب3. احفظ بقى. انا ممكن اختصرها كمان يا استاذ، يبقى 12 على واي بتساوي نص 6 على 12. اضرب واي في 1، واي في 1 بواي. اضرب المقص من ناحية ما بتعجبك، بس أهم حاجة ابدأ بالرمز. و12 في 2 دي كده كام؟ 24. يبقى الواي ب 24. أنت عايز قيمة كل من إكس وواي. خلاص أنا خلصت. ما الإكس ب3 والواي بكام؟ ب 24. السؤال اللي بعده يلا. بيقول لك إيه هنا بقى؟ تعالى. بيقول لك في الشكل المقابل A B C D ده شبه منحرف قائم. الحمد لله. عايز مسقط ال AD على ال BC. فين ال AD؟ ال AD فوق اهي. تعالى يلا اهو احدد لك بدايتها ونهايتها، وشوف انت عايز توقعها على ايه. انا عايز اوقعها على بي سي، ولازم لما تنزل على بي سي تنزل عمودي. والله نزل من ايه عمودي على تحت تنزل عند البي.
نزل من دي عمودي على تحت تنزل عند السي، يبقى القطعة اللي هو عايزها اسمها بي سي. القطعة اللي هو عايزها يا شباب اسمها بي سي. خلاص احنا عايزين بقى طول البي سي دي بكام بقى، يبقى مهمتنا نجيب طول ايه البي سي. تعالى بقى يا باشا امسح لك كده واقول لك هنعمل ايه. صلي بينا على النبي كده. اي شبه منحرف هتقابله سواء في الاعدادي سواء في الثانوي سواء هتخش الكليه، لازم في عمل بيتعمل فيه للتسهيل، ان احنا هنوصل من ايه للقطعه اللي في وشها ده، وطبعا هننزلها عمودي، ولو ده عمودي يبقى اللي فوقها برضو عمودي ب90 صح. سميها وليكن نقطة ايه مثلا، سميها وليكن نقطة ان، اي رمز بس. طب انت ليه يا استاذ بتعمل كده؟ عشان يتحول الشكل اللي جوه يبقى مستطيل واللي فوق يبقى مثلث قائم اقدر اطبق فيثاغورس صح. يلا بقى لو ال A ب 20، لو ال A ب 20 يبقى ال NC كمان ب 20 صح، ما ده مستطيل حلو. طب هي يا استاذ انت مدينا ال 25 ديت من هنا لهنا كلها، من هنا لهنا كلها كانت ب25، حتة منها ب20 يبقى اللي فوق ب5 جدع. اقدر اجيب ال ان ايه ان من نظريه بقى فيثاغورس. بس انت لسه ما كتبتليش برهان مش تاخد درجات. اكتب له يا عم، شوف انت عملت اكتبه. بما ان اول حاجه اكتب له العمل، حاضر العمل. انت رسمت ايه ان اكتب له، احنا رسمنا ايه ان، نرسم الاي ان ها عمودي على الدي سي. جميل. يبقى اذا الشكل اللي اسمه A B C N هيبقى اسمه ايه مستطيل. اللي تشوفه اكتبه، هو البرهان كده مش عايز حفظ، عايز طالب يبص على الرسمه يطلع ويكتب، ما مش اعجاز ولا صعب. اذا الشكل مستطيل. انت يا استاذ قلت يا استاذ لو A B ب20 يبقى اللي قدامها ب20، طب ما تكتب يا عم. وبما ان ال A B بتساوي 20 سنتي يبقى اذا الانس اللي قبالها كمان ب20 سنتي. الله اكبر. بما ان بتتكتب مع اللي انت شايفه، اذا حاجه مش مكتوبه. طب بما ان السي دي كلها كانت ب25 صح، انا بكتب وانا مش حافظ، مفيش حد بيحفظ براهين. السي دي ب25 يبقى اذا الحته من الدي للان 20، 25 ناقص 20 اللي هي تديك كام 5. حلو. طب ايه تاني يا استاذ عشان اكتب المثلث اللي فوق نطبق عليه ايه فيثاغورس؟ يلا بما ان في المثلث A N D كمل اكتب القائم في N هنستخدم فيثاغورس، ما تكتب له يا عم. اذا من نظرية فيثاغورس. في حد تقول لك البرهان صعب. صعب فين ده؟ احنا عمالين بنغش من الرسمة ونكتب، هو فين اللي صعب؟ بس بترتيب بقى وبنظام. إذا من نظرية فيثاغورس يبقى إذا ال AN اللي هي هتساوي بي سي اللي تحت كمان، ما مستطيل بقى، بتساوي الجذر التربيعي. ده ضلع ولا وتر؟ لا يا أستاذ ده ضلع عشان مش في وش القايمة. يبقى قوس أس 2 ناقص قوس أس 2. هنربع ونطرح وناخد الجذر، هنربع ونطرح وناخد الجذر. وطالما هطرح هبدأ بالكبير، يبقى 13 تربيع ناقص كام؟ ناقص الخمسة تربيع. هيبقى جذر 13 في 13 ب169 ناقص 25، هتطلع جذر 144. وجذر ال144 كام؟ 12 سنتي. ممكن تخلصها انت بالآلة بقى. سؤال جميل وعرفنا البرهان بتاعه واحدة واحدة. اكتبه انت كمان بقى. ممكن ده على فكرة صلى على النبي كده، انت ممكن تكتب اسلوب تاني غير اللي انا كاتبه ده كله، وتبقى انت راجل تمام التمام او بنت شاطرة. يبقى كده انت بنت فاهمة بتكتبي ايه، مش شرط تكتبي بالنص اللي انا كاتبه، لا اتعلمي بس من استاذك ازاي تنظمي افكار في دماغك. ابدا بايه وما ابداش بايه، بما ان تيجي مثلا مع اللي انا شايفه، اذا بتيجي مع اللي ما كانش موجود في المساله. رتبي افكارك، لكن انت ممكن تعملي برهان احلى واجمل بس يكون بدماغك او بدماغك. ماشي يا شباب. السؤال اللي بعد رقم 3 بيقول لك في الشكل المقابل البي دي. ماشي فين بي دي؟ اسف دي اي. دي اي بيساوي الدي سي، عامل عليهم شرطتين هم. وزاوية بي اي دي هعمل معلش خط تحت الحرف اللي في النص وهقول لك ليه. زاوية بي اي دي، بي اي دي ده هي كلها اكبر من قياس زاوية بي سي دي، سي كلها.
طب يا أستاذ أصلا الدرس ده كان اسمه التباين في المثلثين، هو فين أصلا المثلث يا أستاذ؟ يبقى هنعمل عمل. في واحد يقول لك إيه هوصل من الدي للبي، واحد يقول لك هوصل من A للسي، هما الاتنين صح؟ لا، في واحد بس هو اللي صح. الحرف اللي في النص هنا A والحرف اللي في النص هنا C، وصل من ال A للسي يا معلم، صح كده؟ أهو، عشان أقدر أشتغل على المثلث اللي فوق لوحده، ولو قدرت أشتغل على المثلث اللي تحت يبقى خير وبركة. يلا بقى، يبقى انت عملت عمل ما تروح اكتب له العمل. احنا رسمنا والله نرسم السي اي قطعة مستقيمة. اشتغل بقى على كل مثلث لوحده. ضلع بيساوي ضلع يبقى زاوية بتساوي زاوية، ضلع بيساوي ضلع يبقى زاوية بتساوي زاوية، يبقى المثلث متساوي الساقين. يلا اكتب له هتشتغل على انهي مثلث، حدد له. بما ان في المثلث ACD انت شايف فيه ايه؟ انا شايف يا استاذ ان السي دي بتساوي الدي ايه. شايف بكتب من المسألة ما ببدعش. يبقى اذا بقى حاجة مش مكتوبة، لو ضلع بيساوي ضلع يبقى زاوية بتساوي زاوية، يبقى اذا قياس زاوية. 3 حروف بقى النقطة دي، النقطة دي ب3 حروف دي اي سي اهو جدع، دي اي سي بتساوي قياس زاوية. يلا الناحية التانية النقطة دي سي اي، صح كده؟ وهنسميها وليكن رقم كام؟ 1. دي معلومة جبتها سميها 1 يا عم على جنب. طيب في معلومة تانية يا أستاذ؟ بما أن أنت مديني معلومة فوق أهو، هقوم رصصها لك تحت أنا وهكتبها لك. بما أن قياس زاوية بي اي دي كلها، هفهمك دلوقتي، أكبر من قياس زاوية بي سي دي كلها، المعلومة دي هنسميها رقم كام؟ 2. تعالى بقى، أنا مديك إن الزاوية دي كلها أكبر والزاوية دي كلها أصغر. طب تعال شوف بقى أنت عايز إيه؟ أنت عايز توصل لبي سي اللي في المثلث اللي تحت أكبر من الأي بي. عايز يثبت إن سي بي دي أكبر، يبقى لازم أثبت إن الزاوية اللي في وشها أكبر، ودي أصغر أثبت الزاوية اللي في وشها أصغر. طب مسهل، ده كبير وده صغير. ما هو لو الكبير شلنا منه النقطة هيفضل كبير، ولو الصغير شلنا منه النقطة هيفضل صغير، صح؟ ما هما الاتنين، ما هو ده حاجتين متساويين هشيل منهم حاجة، يعني الكبير والصغير هشيل منهم نفس الحاجة. يعني مثلا واحد معاه 10 جنيه، واحد معاه 5 جنيه، طبعا ده أكبر من ده، شيل منهم نفس الرقمين، اخترع أي رقمين مثلا شيلهم، شيل من ده 2 جنيه وشيل من ده 2 جنيه، هيبقى ده معاه 8 جنيه وده معاه 3 جنيه. طب ما الكبير فضل كبير اهو بقى، صح؟ يبقى الكبيرة دي كلها لو شلت منها النقطة تفضل كبيرة، صح؟ لو شلت يبقى هقول له بالطرح، لما تطرحهم خلاص هيبقى قياس زاوية، انطق لي بس اللي تحت الكبيرة ده هي ب3 حروف، ها، بي اي سي أكبر من قياس زاوية، انطق لي بس اللي تحت الصغيرة ده هي ب3 حروف، بي سي اي، صح كده؟ خلاص. ولو زاوية أكبر من زاوية يبقى ضلع اللي هو بي سي أكبر من ضلع اللي هو اسمه يبقى اي بي، لأن ده الكبير يبقى دي الزاوية اللي في وشه، وهكذا بقى. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كان A و B و C و D كميات متناسبة، أثبت إن A زائد B على C زائد D بتساوي B على D. ما هو طالما بقى كميات متناسبة أنا حافظ يا أستاذ، يبقى A على B بتساوي C على D بتساوي K. في ناس شاطرة والله. يبقى ومنها بص العيال حافظة بتساوي إيه؟ يبقى ال A بتساوي BK والC بتساوي DK. وبروز يا معلم، طالما جبت دولت أنت خلصت دنيتك. يلا نروح نجيب حاجة اسمها الطرف الأيمن وحاجة اسمها الطرف الأيسر. ما هو الأيمن اللي هو B على D. طب هي البي لها تعويض؟ لا. طب الدي لها تعويض؟ الله أكبر، الأيمن خلص، ما هو مفيش تعويض، هات الأيسر. الA ببي كي، ها الأيسر ده أهو. طب والبي لا ملهاش تعويض، أنا بعوض مكان A و C. طب والسي ظهرت دي كي زائد الدي ملهاش تعويض. في البسط فوق عامل مشترك البي صح، ولما تاخد عامل مشترك هات بعده قوس، ولو هنا في حاجتين لازم جوه تكتب حاجتين، وتحت في عامل مشترك دي ولو هنا في حاجتين افتح قوس وجوه اكتب لي الحاجتين، اصل فعلا هتكتب حاجه واحده. يلا البي شيل لي بي من هنا يبقى كي. طب لما اشيلها من هنا يا استاذ ما يبقاش حاجه، يا حبيب قلبي بتحفظ خانتها بواحد، لما تشيلها وما تلاقيش حاجه احفظ خانتها بواحد، ما انت بتقسم عليها. ما انا بص ما هي الفكره ان انا بقسمها لها على بي
واقسم هنا على ب، فب على ب فيها الواحد صح. دي خدها من الاولى اتبقى ك، طب خدها من التانية، عشان كده بقول لك افتح قوسين ولو هنا حاجتين يتكتب حاجتين. ك زائد واحد هتطير مع ك زائد واحد، طب ايه اللي هيتبقى؟ ب على دي. لو جدع بص كده على الايمن طلعنا ب على دي، والايسر كمان ب على دي، والله يقول له في الاخر اذا الطرفان متساويان، او اكتب له اذا الاثبات اللي فوق ده اللي يريحك بقى. السؤال اللي بعده سؤال الرسم. مثل بيانيا الدالة اف حيث اف اكس 2 زائد اكس. احنا كنا يا استاذ عشان نمثلها كنا بنعمل جدول كده جميل، والرسمة كانت سهلة يعني ما كانش فيها اي مشكلة. يلا كنا بنكتب هنا ايه بقى ملين؟ كنا بنكتب هنا يا استاذ الاكس وهنا اف في اكس، تعال هنا اكس وهنا اف في اكس او واي اي حاجة. عوض بأي 3 ارقام يعجبوك، ها قول لي انت اي 3 ارقام، صفر واحد اتنين اي ارقام. يلا شيل اكس هنا وحط صفر فوق اهو، يلا 2 زائد 0 ب2. شيل اكس هنا اهو وحط واحد، 2 زائد 1 3. شيل اكس هنا وحط 2 زائد 2 4 صح. وعوض بالله عليك بالآلة الحاسبة، بتقوم راسم بقى الشبكة التربيعية بتاعتك بالمسطرة طبعا، بالمسطرة بتاعتك طبعا وظبط الدنيا دي. يلا هنا موجب واحد موجب اتنين موجب تلاتة موجب أربعة موجب خمسة، وهنا سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة، موجب واحد موجب اتنين موجب تلاتة موجب أربعة، سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة. وهنا طبعا اكس الموجب وهنا اكس شرطة اكس السالب، فوق واي الموجب وتحت واي السالب. يلا هتمليني بقى أول نقطة كام وكام؟ صفر واطلع للاتنين، الصفر اهو واطلع للاتنين يعني هنا واحد وتلاتة، واحد واطلع للتلاتة وليكن هنا كم؟ ايه تاني؟ الاتنين والاربعة، الاتنين واطلع لحد الاربعة وليكن هنا. طبعا انت بتوصل بقى عندك انت بالمسطرة بقى يكون في رسم باين، وطبعا نوصل الخط اهو لازم يعدي بال3 نقط. معلش بقى احنا ايه، تعال اما امسحه لك واعديه لك تاني، تعال تعال. بس انت عندك بقى ايه، هيكون عندك رسم باني بقى هتظبط الدنيا بالمسطره، عشان هنا بس ايه مش هنعرف نوصلها قوي زي المسطره اهو. لازم المسطره بتاعتك تعدي بيهم هما التلاتة، وتطول الخط زي ما انت عايز. ابوس ايدك بلاش بخل، يعني بلاش توصل لي ال3 نقط دول، طول الخط ده ملوش بدايه ولا ليه نهايه. ايوه يا عم طول الخط واعمل هنا سهم واعمل هنا سهم. تمام كده يا شباب؟ تمام يا استاذ. السؤال اللي بعده، المنشور واللي حافظ قوانين بس هو اللي بيعرف يجاوب. بص برضه عمالين نقول في نفس الحكايه. اوجد حجم المنشور، حافظ قانون حجم المنشور يالا؟ لو مش حافظه خلاص المساله ضاعت منك. حجم المنشور مساحه القاعده في الارتفاع صح. طب يا استاذ الارتفاع بكام؟ الارتفاع اللي هو بره ده ب 12. طب الحمد لله خلصنا من دي ب 12. مساحة القاعدة، ما انت هتخليك ذكي بقى، شوف لي القاعدة على هيئة مثلث قائم ولا على هيئة مستطيل ولا على هيئة مربع ولا على هيئة ايه بالظبط؟ لا هو مظلل القاعدة، وده القاعدة فوق يا استاذ على هيئة مثلث قائم جدع، وتحت برضه على هيئة مثلث قائم. طب ايه هي مساحة المثلث؟ مساحة القاعدة بقى اللي هي مساحة المثلث القائم، نص القاعدة في الارتفاع، والقاعدة والارتفاع يا أستاذ لازم يكون بينهم زاوية 90، يعني دي القاعدة ودي الارتفاع. اعكس أو عايز تعكس دي الارتفاع ودي القاعدة اللي أنت عايزه. يبقى نص في كام؟ في كام؟ يبقى نص في 3 في 4، نص القاعدة في الارتفاع، يبقى مساحة القاعدة اللي هي مساحة المثلث القائم والارتفاع. يلا يا باشا بص كده، ال3 في 4 ب12 ونص ال12 6، يبقى آلة حاسبة بقى وخلص انت. يبقى 12 في 6 اللي هي تطلع معاك كام؟ 72، ودي مساحة سنتيمتر ايه؟ سنتيمتر مربع. السؤال اللي بعده ده آخر سؤال معانا يلا. أحد مصانع السيارات يقوم بإنتاج 3 موديلات من السيارات في العام، وتعدادها هو 500 سيارة من الموديل الأول، و700 سيارة من الموديل التاني، و300 سيارة من الموديل التالت. لا يا أستاذ ده أنا هاجر أجيب لك العدد الكلي عشان بس ما انساش. العدد الكلي إن أنت تجمع له 300 زائد 700 زائد 500 اللي هي هتطلع لك في الآخر كام؟ 1500 سيارة. تعال نكمل تعال نكمل. فإذا أرادت إدارة المصنع أخذ عينة حجمها 105، يبقى الحمد لله يا أستاذ هكتب أول حاجة، يبقى العينة أنت مديها لي 105.
من الإنتاج الإجمالي لها يمثل فيها كل موديل حسب حجم إنتاج. أوجد عدد المفردات، والله العظيم ممليك قانون، ورب ممليك قانونه، بس أنت ممكن تكون ناسيه. يلا، عدد المفردات، تعال أكتبه لك على جنب أفكرك بيه. في قانون يا أستاذ لعدد المفردات بيساوي الجزء على الكل واضرب في العينة، الجزء على الكل في العينة. يلا، يبقى عدد مفردات الموديل الأول. يلا يلا بقى قول لي، هو الموديل الأول فيه كام سيارة؟ 500. أدي الجزء على الكل اللي هو 1500، ونضرب في العينة اللي هي كام؟ 105. يطلع معاك هنا 35. طب عدد مفردات الموديل التاني، الموديل التاني يا أستاذ كام وفوق؟ 700، والعدد الكلي 1500، واضرب في العينة اللي هي كام؟ 105. هتطلع دي معاك 49. شغل الآلة بقى. يلا، عدد مفردات الموديل التالت، والموديل التالت كام فوق؟ 300. 300 على العدد الكلي، ونضرب في العينة اللي هي كام؟ 105. ظبط دنيتك بالآلة، هتطلع معاك كام؟ 21. يبقى هم عشان يعملوا عينة هياخدوا 35 سيارة من الموديل الأول، وهياخدوا 49 سيارة من الموديل التاني، 21 سيارة عشان ياخدوا ايه؟ عينة 105. يفحصوا بقى، شوف السيارات دي مالها. ما هو أكيد مش هياخد ال 500 سيارة بتوع الموديل الأول يكشف كل واحدة فيهم، لا هو بياخد عينة منها، يعني هياخد منهم 35 سيارة يفحصوا. معقولين شوية دول. تمام كده يا شباب. وبكده الحمد لله خلصنا النموذج الأول. توفيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.